5 نقط اساسيه هتعرفك الفضه الاصليه وهي نفسها اللي هتشككك في الفضه لو ما لبستش فضه قبل كده. وزن الفضه وملمسها واحساسك بالمعدن نفسه، ودي نقطه مش اساسيه لانك اول مره تشتري فضه. دي سبحه فيها قطعه من المعدن علشان كده بتخلي سعرها رخيص جدا، شبيهه جدا بالفضه. ودي سبحه بالفضه، هتحس ان هم قريبين جدا من بعض، لكن فرق شاسع بين الاتنين في الصنعه وفي الشكل وفي السعر. ممكن يكون المقلده شكلها احسن، وعلشان تقدر تفرق بين الاتنين هقولك ان المعادن النفيسه اغلبها طريه زي الفضه والذهب، وده بيخلينا في عمليه تشكيل المعدن اللي احنا نضيف له خام النحاس علشان يديله نوع من انواع الصلابه. فدي جزئيه مهمه هتعرف بيها الفضه من المعدن ومن السلاسل الكتير المعروضه في السوق المصري. وتعالى يا صاحبي خد لك سلسله وخد لك طقم ب 200 جنيه، لكن انت يا صديقي لسه ما عندكش الخبره الكافيه في شراء الفضه. تعمل ايه؟ النقطه الثانيه الاساسيه هي اسوداد الفضه، وده كمان بعض الناس بتاخده انه عيب في الفضه. ده مش عيب. اسوداد الفضه دليل ان المعدن جيد باختلاف عياره. قلت لك اللي احنا لازم نضيف خام النحاس للفضه علشان يتحكم مش بس في العيار، في متانه الفضه. خام النحاس مع الفضه او مع الذهب هو اللي بيدي عمليه الاسوداد اللي بتكون ظاهره اكتر في خام الفضه. علشان كده بعض الناس بتشوف لما الفضه بتسود يقول لك ان المعدن رديء. لا مش رديء، ده دليل جوده الفضه. لو العيار وطى الفضه هتسود اكتر. كمان نقطه مهمه بتتحكم في سوداد الفضه هي الاملاح اللي في جسمك، واكبر دليل ان سوداد الفضه ما بيدلش عن رداءتها دي بريسلت انا بلبسها وبراند معروف ومشهور هو براند مايبت. ولو مسحنا البريسلت هتلاقيها بتعمل خطوط او خيوط من السواد، ده ناتج عن اكسده الفضه والنحاس. ودي ممكن تكون طريقه سهله تعرفك وانت بتشتري الفضه سواء خاتم او سلسله، خصوصا مع وجود المعدن الكتير الموجود في السوق ويقول لك سلسله ب 200 جنيه بس، وانت تستغرب ان السلسله الفضه ب 5000 جنيه، او يقول لك فضه سوري. مفيش حاجه اسمها فضه سوري. اي سلسله وانت بتشتريها جديد لو مسحتها بمنديل واخدتها خط كده لازم تطلع معاك خط من السواد حتى وهي جديده، حتى وهي جديدة. لكن الطريقة دي ممكن تشككك في الفضة الإيطالي أو الفضة الحريمي. ليه؟ لأننا بنعطيها أحواض روديوم أو بلاتين. طب ليه ما بنعملش الفضة كلها أحواض روديوم أو بلاتين يا بوبوش علشان ما تسودش؟ دي ليها شروط. لو بنعمل فضة عربي أو فضة فيها تفاصيل لازم بنديها أكسيديه علشان يظهر جمال التفاصيل، فمش بنقدر نديها بلاتين لأن البلاتين بيطمس المعالم ويمحيها تماما. بنعمل البلاتين بس في الفضة السادة، علشان كده الناس كانت بتفضل الفضة الإيطالي، مش بتفضلها في العيار لأن العيار كل واحد 925 وده عيار ثابت وعالمي، لكن بتفضلها لأنها مطلية بلاتين ومش بتسود. ودي نقطة مش محببة للناس اللي بتحب الطاقة في الفضة، لأن البلاتين أو الروديوم بيمنع تفاعل المعدن الطبيعي مع الجسم. ركز معايا علشان زي ما قلت لك نفس السبب اللي هيثبت لك الفضة هو نفس السبب اللي هيمحيه أو هيشككك فيها. سبب آخر هو وجود الدمغة. مش شرط ان الفضة يكون مكتوب عليها 925 او 800 ان هي تكون فضة. احنا بنعتمد ختم الدمغة المصرية، وده ختم كمان ممكن يشككك في الفضة لو انت مش عارفه. الوهلة الاولى لو بصيت على الختم من بعيد هتشوفه عبارة عن نقرة في الفضة او عيب تصنيع او نقطة او اعوجاج في الفضة، لكن لو قربت منه هتلاقيه ختم الدمغة المصرية، ولو قربت اكتر هتشوف زهرة اللوتس داخل الختم. ده لان مصلحة الدمغة المصرية بتعتمد على الدق وليس النقش، فلازم يدقوا على الفضة، وده هتلاقيه موجود على كل المشغولات حتى السبائك. امتى ما يكونش الختم ده موجود؟ لو بعض الفضة المستوردة ما مرتش على الدمغة المصرية، ولو مرت هتلاقي عليها الختمين، ختم 925 واللي ممكن تلاقيه حتى على المعدن زي الذهب الصيني برضو مدموغ زيه زي الذهب الأصلي لكن بيتعرف، وهتلاقي كمان ختم الدمغة المصرية وممكن ما تلاقيهوش. كمان في قانون في الدمغة المصرية يقول لك فضة يصعب دمغها. ازاي يصعب دمغها؟ مثلا في السبح ممكن ما تلاقيش دمغة غير على حلقة او جزء بنركبه جنب السبحة. ليه؟ لان السبحة بتكون كلها عبارة عن اجزاء مشغولة او مشغولات نسائية فيها شغل كتير، فهنا بيصعب دمغها لان زي ما قلت لك بنعتمد على طريقة الدق.
فهل ده يثبت ان هي فضة؟ لا. وهل لو عدم وجود الختم يمنع ان هي فضة؟ برضو لا. علشان كده قلت لك هترجع لاحساسك يا صديقي، واحساسك بالمعدن نفسه، واحساسك بخفية الفضة. زي بعض النساء بيقدروا يحددوا الذهب الصيني من الاصلي من بعيد وبالنظر، ده كمان بيقدروا يحددوا عيار الذهب اذا كان 18 ولا 21 ولا 24 ولا 22. نقطة مهمة عاوز اقولها لك، عيار الفضة ثابت وواحد، اما عيار 800 اللي بنستخدمه في الميداليات وده بيكون ناشف شوية لان زي ما قلت لك الفضة بتكون لينة، وهي عيار 1000 او 3 تسعات زي ما بنسميها، وده بيستخدم في السبائك فقط. لما بنحب نشكل معدن الفضة بنضيف له خام النحاس بنسب معينة عشان يدينا عيار 925 المتعارف عليه عالميا، سواء في الفضة التركي او اليمني او التايلاندي او الايراني او المصري او الايطالي. فكل اعيرة الفضة واحدة، اللي بيحدد شكل الفضة هي الصنعة. الصنعة الإيطالي بتمتاز في السادة علشان كده بيطلب بلاتين. الصنعة الإيراني بتمتاز في السماكة والمتانة والتفاصيل. الصنعة البحريني أو اليمني بتمتاز في البساطة شوية. الصنعة المصري والتركي بتمتاز في النقوش التقيلة والكتيرة، إلا إن المصري بيتفوق على التركي في تقل القطعة، اما التركي بيتفوق على المصري في تفاصيل القطع. انا ما فهمتش حاجة من الفيديو بتاعك تماما، ومعروض عليا سلسلة ب 200 جنيه، انت ازاي بتبيعها ب 5000 جنيه؟ اقول لك. ومدموغة كمان اقول لك تاني، قلت لك مش شرط كتابة جملة 925، هتعرفها من الوزن والملمس. واول ما هتمسك السلسلة امسحها بمنديل او بقماشة هتطلع معاك سواد كده فضة. اقول لك على حاجة كمان، دقها. ايوه دقها. المعادن الرخيصة لها طعم لاذع وحد على اللسان، اما المعادن النفيسة ما بتديش الطعم اللاذع على اللسان. تشككت خالص ما تشتريش، لان ده لمصلحتك يا صديقي. اشوفك دايما على خير.